حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل الصيني الجديد فتاتي الخاصة. ومسلسلنا النهاردة بيتكلم عن هاو، وبتكون في آخر سنة ليها في الدراسة، بس بتحب الغنى جدا، ومامتها ما بتوافقش انها تكون مغنية، وبتكون عايشة مع عمتها علشان الجامعة بتاعتها يعني، فبتتنكر وبتشتغل بالليل وبتغني براحتها، والصبح بتتدرب في شركة التكنولوجيا بتاعة كو اللي بيكون بطلنا النهاردة. يا ترى هيعرف انها نفس الشخص ولا لا؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا ببطلنا كو اللي بيحتفلوا مع الموظفين اللي بيشتغلوا معاه في الشركة، وبنلاقي ان هو بيكون قريب جدا منهم ومصاحبهم جدا، وبيتفقوا انهم يخلوا دايما الشركة احسن شركة في البلد. وبيطلب جاي من كو، وده بيكون موظف عنده وصاحبه كمان، ان هو يروح معاه مسابقة الغنى علشان يختار واحدة من المغنيين. وكو بيقول لجاي فكك منهم بقى وخلينا نكمل حلقتنا يا روقانك. فبيقول له معلش، احنا كنا متعاقدين معاهم قبل كده وهم طلبوا ده مننا، ومش هتتعب خالص، المكان مش بعيد، ده كده كده في شركتنا. وهاو دي بتكون روشة جدا وحاطه كيلو ميك اب على وشها، وبنعرف انها ما بتحبش قد الغنى، وهي بتتنكر بالميك اب ده علشان تغني ومحدش يعرف ان هي هاو، لان مامتها رافضه الغنى اصلا، وبتسمي نفسها ليه، وبتكون مستعجله جدا علشان تلحق مسابقه الغنى. وبتشوف كو هو واقف بعربيته، فبتفتكره اوبر اللي هي طلبته، وبتقول له اطلع يلا بسرعه، انجز يا عم، انت بتبصلي كده ليه؟ فبيقول لها انا مش سواق على فكره. فبتلاقي تاكسي وبتجري بسرعه تركبه، لكن بيجي اللي هيركب التاكسي وبيخرجها منه، وبيقول لها انا اللي هركب. وبترجع جري تاني عند كو، وبتقول له معلش ينفع توديني على مكان بس بسرعه عشان انا متاخره جدا؟ طب ما كمل الاول، هو لازم يعني تقلي ادبك في الاول؟ واول ما بتركب بتقول له وصلني قبل 9، انا مش عاوزه المسابقه تفوتني. وبتزعق له تاني، وبتفضل ترغي معاه وهو ولا كانه هنا. طب وما ينزلك دلوقتي هتعملي ايه؟ وبياخدها على قد عقلها وبيسوق بسرعه، وبيكونوا هما الاتنين رايحين نفس المكان. ولما بيوصل بتمشي، ومعاه بتكون مستعجله جدا وعماله تجري، وهي ماشيه بتقع، لكن كو بيلحقها وبتنسى المسابقه واللي فيها، وبتفضل تبص في عينه ده وقته بس يا هاوي يا اختي. وبتروح المسابقه وبتغني، وبيطلبوا من كو ان هو يحكم، فبيختارها طبعا على انها احسن صوت، وبيمشي يروح على شركته، وبتكون شركته قدام شركه الغنى دي في نفس المبنى برضه. ولما بيروح شركته بيتكلم مع واحد فيديو، وبيتفق معاه ان هو قبل شهر هيعمل له ريبورت الجديد، والريبورت ده اصلا بيكون صعب جدا ومحتاج لمجهود كبير. وهنا البنات كلها اللي بيشتغلوا في شركه الغنى بيستغربوا من جمال كو، وبيفضلوا يقولوا ايه القمر ده، وبعدين ده كاريزما جدا، وبيعرفوا ان هو صاحب الشركه، وانه بيعمل ريبورت جديد، وانه عنده 30 سنه، وبنعرف ان هو اكبر منه ب10 سنين. وفي واحده منهم بتروح تحاول انها تشقطه عشان تاخد رقمه ويتعرفوا على بعض. ايه ده، هي الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ مش كان العكس يا بنات ولا مش عارفه؟ بس هو بيرفضها، وبترجع لاصحابها وهي متضايقه جدا ان هو رفضها. طب احسن ده انتوا لخبطتوني. وبتروح اللي بعدها برضه وبتجرب معاه، لكن ولا كانه شايفها، كاريزما بقى. بس في الاخر بتروح هاو وبتقول له بسرعه يلا اديني رقمك عشان عاوزه اديلك فلوس حق ما وصلتني بالعربيه. طب عيني في عينك كده يا بنت. فبيبص لها كده وبيسكت. التقل صنع برضه يا جماعه. وبيجي جاي وبينادي عليه وبيقول له هما ماشيين ليه الغرور ده، هي عاوزه تديلك الفلوس بس. فبيرجع يديها الرقم وبيسيبها ويمشي، وهي بتتنطط من الفرح. اهم حاجه الثبات على المبدأ يا جماعه. وبتروح جري على عمتها هيري اللي بتكون عايشه معاها في البيت، وبتكون عمتها دي اكبر منها بكام سنه كده بس، وعايشين هما الاتنين سوا. وبتبدأ تحكي لها اللي حصل معاها كله، وقد ايه هو قمر وله كاريزما كده، وانها حبته من اول نظره. فبتقول لها ادخلي نامي وتغطي كويس وهتصبحي كويسه. وبتدخل تبعت له وبتقول له نم، وبتبدأ كلام معاه، وبتقول له بدل ما اديلك فلوس حق ما وصلتني انا هسمعك اغنيه بصوتي. كل ده عشان غلط واداكي الرقم. فبيقول لها تصبحي على خير يا بنتي، تصبحي على خير. وتاني يوم لما بتصحى من النوم بتسأل عمتها وبتقول لها ابعت له صباح الخير يا بنتي، اتقالي هتطيريه. وبتاخد هيري منها الموبايل وبتقول لها اهدي شويه. وهاو بتروح على الجامعه بتاعتها، وبتكون واقفه مع صاحبها المقرب يون، وبتمثل معاه انها حبيبته قدام واحده زميلتهم علشان البنت دي عاوزه ترتبط بيه. فهاو بتقول له اعمل حسابك دي اخر مره اكذب علشانك. وبنعرف ان يون بيحبها جدا، بس هو مخبي ده ومش معرفها. وبتقول له ان جاي لها تدريب الصبح، وبالليل هتشتغل في الغنى. فبيقول لها هتقولي لمامتك الحقيقه؟ فبتقول له انت مجنون، عاوزها تقتلني لو عرفت ان انا بغني. وتاني يوم بتروح الشركه اللي هتتدرب فيها، وبتطلع شركه كو المدير، وبتكون خايفه ان هو يعرف انها نفس المغنيه اللي قابلها امبارح، بس ما بيعرفهاش لانها
هنا بتكون طبيعية جدا وكيوتة كده ومش حاطة ميك اب مغير شكلها خالص، وبتتبسط ان هو معرفهاش، واول ما بيشوفها بياخد منها العصير اللي في ايديها لانه بيكون مفكرها انها بتشتغل في مطعم الشركة، وبيبص يلاقي واحد تاني جايب العصير فبيسألها انت مين، والموظفين بيفضلوا يقولوا لها انت جاسوسة على شركتنا ولا ايه، فبتقول لهم لا انا جاي عشان اتدرب وادور على شغل كمان، وكل ما بيشوف السي في بتاعها بيعرف انها لسه صغيرة فبيقول لها احنا مش محتاجين حد يشتغل، وبيرفضها وهي ماشية متضايقة جدا. بتسمع ان في طفل صغير محبوس في عربية مامته سابته فيها وراحت تجيب حاجة، والطفل عمال بيعيط جامد جدا والكل بيكون ملموم حواليه ومحدش عارف يخرجه ولا يهديه، وبتقول لنفسها يلا بقى دي فرصتي وجاتلي، وبتروح جري وبتحاول انها تخرج الولد ده بس ما بتعرفش، وبيكون كو موجود في الجراج معاهم وبتقول له انت بتفهم في تكنولوجيا العربيات حاول تفتحها وانا همسكه واخرجه، فبيحب تفكيرها جدا وبيشوفها بعد ما فتحت العربية وهي ماسكة الطفل بالراحة ازاي وانها قدرت تهديه، وقالت له احنا بنلعب مع بعض وغميضة علشان ما يخافش يعني، والموقف ده ما يسيبلوش بعد كده وجع في نفسيته وبيعجب بيها جدا وبتفكيرها وبيقرر ان هو يشغلها معاه، وبتكون مبسوطة جدا. ولما بتروح الشركة بيكون الموظفين كلهم حابينها ومبسوطين بيها وبيدوها اجابات الاسئلة اللي بتتسأل عشان تتقبل في الشركة، بس هي مش بتقراها وبتجاوب من دماغها، فبيقبلها كو في الشركة وبتخرج وهي مبسوطة جدا. وطبعا احنا مش محتاجين نعرف ليه، طبعا لانها هتشتغل عند كو، وجاي بيقول له ان اداها الاجابات بس هي ما قريتهاش فبيعجب بيها كو اكتر. وبعد ما بتخلص المقابله بتروح تغير وبتحط ميك اب وبتاخد شخصيه لي البنت الروشه بزياده، وبتكون عاوزه تروح الشغل التاني وبتغني، وبيكون في اختبار للحريق عشان الكل ينزل على السلم وما يستخدموش الاسانسير، لكن هي بتروح تركب الاسانسير وكو بيخرجها وبيقول لها ركزي شويه، فبتقول له انت ليه حذفتني من عندك، فمش بيرد عليها وبيسيبها ويمشي، وبنفهم ان كو ما بيحبش ليه لانها مستفزه في اسلوبها ولبسها. وتاني يوم الصبح بتتعرف على كل اللي في الشركه وبيحبوها جدا علشان هي على طبيعتها، وده تيان وبيكون بيشتغل معاها وبيفضل يتكلم معاها عشان عاوز ياخد منها ميداليه، بس هي مش بترضى فبيضايقها وبيكذب عليها وبيقولها تعرفي ان المدير بيحب الاكل يكون سبايسي ويكون نار عشان لما يطلب منها طلب تطلب غلط، ففعلا بتطلب غلط، بس كو ما بيعملهاش حاجه بس بيقوم وهو جعان وما بياكلش بيدفع بس، وجاي بيقول لها روحي كلي انت وكو، يعني تتاسف عن الموقف ده وبعدين بتتاسف، فبيقول لها ما تتاسفيش على حاجه انت ما غلطتيش فيها، اكيد ما كنتيش تعرفي، ولو حد اتنمر عليكي او ضايقك بيقولي لي على طول، وهي بتكون بتبص له وحاسه انها بتحبه اكتر واكتر. ولما بتخلص معاه بتروح تغني وبتخلص شغلها وبترجع تظهر تاني وهي ليه وبتقول له ايه رايك اعزمك على فراوله، لانها عرفت من شغلها معاه انه بيحب عصير الفراوله، وبتقول له ايه رايك اعزمك على اكل ويكون مش حراق، انا اصلا ما بحبش الاكل المولع نار ده، وبتفضل بقى تشغل مخها عليه عشان يحبها، بس بنشوف ان هو ما بيكونش طايقها اصلا. وتاني يوم بيجمعهم وبيطلب منهم انهم يشتغلوا ويعملوا له ريبورت جديد، وبيكون ده تعديل لريبورت من 10 سنين، فالموضوع ده بيكون صعب جدا، بس هو بيقول لهم هنقدر وكده ولازم نشجع بعض. وبيجي تيان صاحبه جدا من بره عشان بيكون عاوز يتجوز بنت بس هي سابته، وتيان هيشتغل مع كو في الشركه على الريبورت ده. بعد ما اليوم بيخلص بتقابله ليه وهي خارجه من الحمام وبتكون حاطه روج كتير جدا وبتكتب على منديل عنوان مكان، وبتقول لكو هقابلك هناك وبتسيبه وتمشي، واول ما بيوصل المكتب بيرمي المنديل ده بس بيشوفه تيان وبيفضل يكلم ليه على اساس ان هو كو لانه بيكون ماسك لاب كو وبيرد على رسايله كلها، وبيكون عاوزه يقابل ويحب لانه خلاص بقى عنده 30 سنه، وبتعرف هو انها جايبه درجات سيئه جدا في الرياضيات، فبتطلب من كو ان هو يذاكر لها علشان تعدي من امتحاناتها وهي تديله الميداليه اللي كانت عاجباه، فبيوافق وبيفضلوا يقعدوا مع بعض وبيسيبوهم وبيقوموا وبيتقابلوا في مكان بعيد عشان يذاكر لها، بس الموظفين بيفتكروا ان في حاجه بينهم، ولما بيعرف كو بيغير جدا وبيتضايق وبيجيب كو ازايز ميه كويسه جدا للشركه كلها علشان يشربوا منها لانها بتكون نظيفه وبتمنع الامراض، وبتكون هو مبسوطه جدا ان هو جاب لها لان زميلتها في الشغل قالت لها ان هي شافتها في الحمام كتير جدا، فقالت لكو ان هي اكيد تعبانه فعشان كده هو جاب لها، فكانت هو مبسوطه جدا ان هو بيهتم بيها يعني، مع ان هي بتكون في الحمام كتير عشان بتغير الشخصيات اللي هي بتعملها، وبيبعت تيان الازازه دي ليه على اساس انها مش كو، فبتتبسط هاو جدا عشان هي الوحيده اللي بيكون جالها ازازتين من كو، لا ده انت في عالم موازي بقى. وبيجي الميعاد اللي المفروض ان كو وليه هيتقابلوا فيه، فبيقول تيان لكو على اللي عمله، فبيقول له روح انت بقى وقابلها زي ما انت اللي كلمتها وعملت كده من غير ما تفهم اني ما بحبش البنت دي اصلا، وكنت عاوز ارمي الورقه بس هي وقعت على المكتب. وبتروح هيري عمة هاو وبتوصلها وبيجي لها اتصال انها
إنها عندها درس دلوقتي ولازم تحضره علشان تنجح. فبتقول لها أنا هطلع أجيب الكتاب وهحضر الدرس وقبل انت كو لحد ما أنا أجيلك. وفي الآخر وهي طالعة تجيب الكتاب من المكتب بتلاقي كو فوق وبيقول لها إيه اللي جايبك هنا؟ فبتسأله إزاي ما راحش يشوفها وإنها حبته من أول مرة شافته فيها وإنها ما بتتمناش أي حاجة غير إنهم يرتبطوا ببعض. فبيقول لها انت مش ذوقي وإن طريقة لبسك وشكلك دي بتستفزني. فبتقول له إيه اللي بتقوله ده؟ أنت مالكش حق تتكلم معايا بالطريقة دي. وبتسيبه وبتمشي وما بتلحقش الدرس بتاعها. وطبعا في الآخر تيان بيقابل هيري دبسوهم هما الاتنين وخلعوا. وكمان حب شخصيتها جدا لأنها طبيعية وهو بيتعامل عادي وهي مفكرة إن هو المدير وهو خدها وأكلها في الشارع. فهي قالت عليه إن المدير ده معفن جدا بس هو لقاها على طبيعتها وما بتتصنعش خالص. فكان مبسوط جدا بالقعدة معاه. ولما بيروح تيان بيشكر في هيري جدا وبيقول إنها لذيذة وبيعرف إنها مش المغنية. أما هيري فبتكون عاوزة تضرب هاو وتقطع لها شعرها على المدير البخيل الجلدة ده. فبتعرف إن مش هو المدير. وتاني يوم بيتجمعوا في الشركة علشان يتناقشوا في موضوع الريبورت. بس تي بيتخانق مع كو وإن هو مش بيسمع له فبيتعصب على مديره. فبتقوم هاو جري تهديه فبيتعصب عليها هي كمان وبيقول لها بعيدي عني. فكو بيزعله وبيقول له أنت ازاي تزعق كده لحبيبتك؟ أنت ما بتفهمش. وكل الموظفين بيحبوا هاو طبعا فبيزعقوا مع تي عشانها. بس تي بيقول لهم الحقيقة وإنهم مش بيحبوا بعض هو بس بيذاكر لها وبيديها دروس علشان تنجح وتعدي آخر سنة فاضلة. وهو عمره ما يحب واحدة غبية كده وما بتفهمش أصلا حاجة في الرياضيات خالص. فبيزعق جامد كو وبيقول له أنت مالكش حق إنك تقلل منها وأنا هعلمها وهوري لك إنها هتبقى أشطر واحدة وأنت نفسك هتتأسف لها. فقال له خلاص أنا موافق لو اتعلمت أنا هتأسف لها. وهاو بتحس إنها بتحب كو لأن كل مرة بيشجعها وبيدافع عنها. بصراحة يعني حقك تحبيه. وبيديها كو أول درس وبيفهمها بالراحة وهي بتكون مبسوطة جدا عشان هي جنبه وعشان هو اللي بيعلمها. يا اختي هو ده وقته عاوزين ننجح. وبيجي تيان الشركة وكو بيعرفه على الناس الجديدة في الشركة لأنه بيكون صاحبه من زمان وعارف معظم الناس الموجودة. وبيستغربوا كلهم في الشركة ازاي مستواها اتحسن كده وبقت شاطرة. وبيقول لها تيان انت فتاة كول خاصة يعني بيعاملك معاملة خاصة غيرنا خالص. فبتفرح جدا وبتكون مبسوطة. وتاني يوم تيان بيفضل يتكلم مع كو وبيضايقه وبيقول له انا حاسس انك مهتم قوي بهاو شكلك كده بتحبها ولا ايه؟ فبيقول له اسكت خالص مفيش كلام من ده. اما هاو فبتدي لتي الميدالية اللي كانت عاجباه. يا هبلة لسه مسح بكرامتك الارض. وهو بيشكرها وبيقول لها ما تزعليش من اللي انا قلته عليكي بس انت اللي كنتي ساقطة. والله غبي لسانك بينقط سم. فبتقول له ولا يهمك حصل خير نو كرامة. ولما بتخلص شغلها بتروح عشان تغني. فبتروح الحمام الاول عشان تغير وبيروح وراها كو وبيكون مستني هاو انها تخلص بس بيلاقي اللي خارجة من جوه المغنية. فبيقول لها معلش شوفي لي كده في واحدة جوه في الحمام. فبتبص له بقرف اللي هو يعني انت لسه مهزقني يا غبي ومسح بكرامتي الارض امبارح امشي بقى. لكن بتدخل عشان تشوف وبتتكلم وبتقول بطني وجعاني قوي انا في الحمام يا سيد كو. فبيسمعها ويمشي وبيبعت لها بعد شوية رسالة وبيقول لها لو انت تعبانة خدي اجازة. فبتتبسط جدا لانها فعلا عاوزة يوم اجازة علشان المنافسة في الغنى. وبيروح تيان وبيسأل في الشركة على ليه المغنية علشان عاوز يعرف اخبار عن هيري فما بيعرفش عنها حاجة. ولما بيرجع تيان الشركة بيفضل يرخم على هاو وبيقول لها شكل المدير كده بيحبك وانا عارفه اكتر من اي حد اول مرة يهتم بحد كده. فبتتبسط جدا. وبيروح تي على شركة تانية عشان يعمل شغل وبيقابل هيري وبيكون بتشتغل هناك وبيكون مبسوط جدا ان هو شافها وبيفضل يتكلم معاها شوية ويرخم كمان. بس يا عيني فرحته ما بتتمش وبيلاقي حبيبها جاي عشان ياخدها. وهاو بتقرر انها تعزم هو على اكلة عشان هو لطيف معاه وبيديها دروس كمان وبيعلمها. وطبعا هو بيوافق. ولما بيروحوا المطعم بيكون في لعبة لو فاز فيها بياخدوا وجبة هدية. لا انت متأكدة انك عازماه ولا جاية تشحتي عليه؟ وبتكون اللعبة انه يسرح لها شعرها وبيعرف يصورهم وبيكونوا مبسوطين جدا. والحمد لله بياخدوا الوجبة الهدية. وبتدخل الحمام وبترجع تلاقيه جايب لها اكل كتير جدا وهو اللي عازمها. وبيكون في اكل حراق قوي عشان هي بتحبه وهي بتحب فيه انه بيهتم بكل تفاصيلها وبتحاول تخليه يحب الاكل الحراق بس بتفشل طبعا. وبتبص على الصورة اللي تصوروها وبتكون مبسوطة جدا وبتحتفظ بيها. ولما بترجع الشركة بتسمع الموظفين وهم بيقولوا ان كو بيحبها عشان اول مرة يشوفوه بيهتم بحد قوي كده. وهي طبعا بتكون مبسوطة جدا من اللي بتسمعه. وواحدة صاحبتها بتقول لها ان الرجالة بتحب الست تحسسهم بالضعف. تسكت الهانم لا طبعا. بتعمل ايه بقى؟ بتقوم تاني يوم رايحة على الشركة وماشية عاملة نفسها انها قطعة وبتطير في الجو علشان شايفة كو جاي وراها وكده بقى هو يلحقها وجو هندي كده ملوش لازمة وكده. بتتخيل مشهد رومانتيكي بينهم بس
الحمد لله لأن هو اللي لحقها قبل ما تقع على راسها. انتي غبية. وبتعرف من صاحبتها برضو ان الرجالة بتحب الاهتمام، فبتروح تجيب له فول سوداني قرد بقى وكده، واول ما بياكل منه بيتعب جدا لانه بيكون عنده حساسية من الفول، وبيروح على البيت. انا لو مكانك اقطع علاقتي بصاحبتي دي خالص. وجاي زميلها بيطلب من هاو انها تروح لكول بيت وتودي له ملف، وبيقولها على الباسورد عشان تفتح الباب، بس بتنسى وبتفضل تجرب كتير جدا لحد ما هو يا عيني اللي بيقوم يفتح لها. يخرب بيتي. وبعد ما بتديله الملف بتيجي تروح بتلاقي الباب مش بيفتح لانها جربت تفتحه كتير، فالباب عمل لوك. كمان بوظتي الباب. فبيقول لها اقعدي بقى لحد ما يجي حد يصلحه. فبتطير من الفرحه انها قاعده معاه في بيته. انت عبيطه يا بنتي. وبيتفرجوا سوا على فيلم، وبتكون عاوزه تدخل الحمام ومحروجه منه جدا لحد ما بتلاقي نفسها مش قادره وبتجري تدخل الحمام. مش بقولك غبيه. وهي في الحمام بتلاقي بلسم وشامبوهات وحاجات كتيره جدا، فبتفكر ان في واحده عايشه معاه وبتتضايق جدا. ولما بتخرج من الحمام بتلاقيه نايم على الكنبه، فبتغطيه وبتقول له بقى كده بتحب حد غيري؟ يا بنتي انت سايباه الوقت يشم نفسه اصلا. وبيجي تيان وبيحاول يدخل وبيصحى كوع على صوته وبيقولوا الباب بايظ، فنام بره النهارده بقى وبقى تعالى بكره اوعى يكون معاك واحده. فبتتبسط قوي هاو ان تيان هو اللي عايش معاه مش واحده زي ما هي كانت فاكره. وبتكون جعانه جدا فبيعمل لهم بيض، فبتاكل اكلها واكله. لا هو حلو انك على طبيعتك بس مش قوي كده يا شيخ. وهيري بتكون راكبه العربيه مع حبيبها، لكن الجو بيمطر والعربيه بتعطل وبتنزل تصلحها، فبيتعصب عليها انها مش بتحسسه انه المفروض تعتمد عليه. وبتقول له انت بتحب حد غيري؟ فبيقول لها ومش عاوز اكمل معاكي، وبيسيبها في المطر وبياخد عربيته وبيمشي. في 60 ده انت مفيش رجوله اصلا. وبتفضل تعيط في الشارع على اللي حصل لها، والنبي نجدها ربنا نوسه. وبتروح على فندق قريب وبتتصل بتيان عشان يجي لها، وبيجي تيان في اقل من ثانيه. الرجوله ما بتتجزاش يا جماعه. وبياخد لها اوضه وبيهتم بيها وبيعمل لها شعرها عشان مبلول، وبيكون خايف عليها لا تبرد، وبيبعت لبسها عشان يتغسل، وبيطلب لها اكل وبيهديها، وبيقول لها ان صاحبي طردني عشان في واحده في البيت معاه، وبيضحكها وبيحاول يخرجها من المود اللي هي فيه ده. وهاو بيكون دلوقتي عندها منافسه مع جون وبتكون مش عارفه تعمل ايه، فبتقول لكو انا عاوزه اخد شاور. فبيبص لها كده اللي هو انت جايه تحققي احلامك هنا ولا ايه؟ وبياخدها على قد عقلها وبيطلع لها البيجامه من عنده، وبتدخل الحمام لان ده المكان الوحيد اللي هتقدر تغني فيه من غير ما كو يشوفها. وبتدخل الحمام وما بتعرفش تفتح الكاميرا، فبتغني وبيكون الصوت زي الزفت طبعا، وكو بيسمعها وهي بتغني. فبيروح يسالها انت كويسه؟ فبتقول له ايوه انا متعوده اغني وانا باخد شاور. يعني انت مش ملبوسه دلوقتي؟ متعودة أغني. وبياكل تيان وهيري سوا، وبيكون هيسيب لها الأوضة ويمشي، فهي بتقول له خليك عادي ونام انت على الكنبة بدل ما تمشي في الوقت ده. وبعد ما بتغني هيري وبتخسر في المسابقة بتاخد الشاور بتاعها وبتلبس لبسه وبتخرج من الحمام. وأول ما بيشوفها عقله بيطير من جمالها، وبيسيبها وبيدخل على أوضته عشان ينام، وبيبعت لها على الموبايل وبيقول لها مرتاحة في النوم هنا؟ فبتقول له أيوة، وبتكون مبسوطة جدا إن هو بيهتم بيها. وتاني يوم بيصحى يلاقيها نايمة وبتكون حاطة معلقتين على عينيها، وبتبص تلاقيه قدامها، فبتقول له بعمل كده عشان عيني ما تورمش. فبيضحك وبيسيبها ويروح يجهز الفطار، وبيفطروا وبيروحوا الشركة. وهما في العربية بيفضل يرخم عليها ويضايقها وبيقول لها انت طول الليل بتشخري ما عرفناش ننام منك. فبيبص له كده وبيقول لها بهزر معاكي يا شيخ، الحمد لله نمنا كويس جدا. وبيصحى تيان ومش بيلاقي هيري، وبيلاقيها سايبه له رسالة وفلوس وبتشكره على اللي عمله معاها. فبيتصل بيها وبيحاول ان هو يرخم عليها وبيقول لها ازاي تمشي بعد ما كنا سوا امبارح. فبتقفل السكة في وشه. فبيروح لها على البيت وبيقول لها بقول لك ايه، ما تيجي نرتبط. فبتقول له الله هو مش انا قايله لك اني مرتبطه؟ فبيقول لها لحد امبارح ايوه، اما دلوقتي ما بقيتيش خلاص. فبتستغرب هو عارف ازاي، بس طبعا هو لما لقاها كده امبارح فهم انها سابت حبيبها. فبتقول له انا اكبر منك ب3 سنين. فبيقول لها عادي، ما انت جاي هترتبط يعني هترتبط يعني. فبيدخل المدير وبيكلمهم في شغل عشان الريبورت ده يا عم ده وقته. ولما بيروح تيان الشركه فبيقول له ايوه بقى اللي ولع معاه. فبيبص له كو وبيسكت. فبيقول له انت خايف ليه؟ انا عارف انها اول مره تحب، بس انت لازم تحافظ على الحب ده لان هي كمان باين عليها انها تهتم بيك وبتحبك. فبيقول له انا اكبر منها ب10 سنين. فبيقول له عادي ايه المانع يعني، المهم انك بتفهمها. وبيكون كو بيدي هاو درس وبيقول لها لو حليتي المساله دي صح هبقى اجي معاكي المدرسه. فبتحلها صح وبتفرح جدا ان هو بيهتم بيها. وهم نازلين من الشركه بيكون النور قاطع، فبينزلوا على السلم وبتكون خايفه جدا وماسكه فيه قوي، وهو بيكون مبسوط انها قريبه منه وبتركب معاه عشان يوصلها البيت. وهم في العربيه بتعرف ان هو متضايق عشان مضغوط من الريبورت الجديد، وبتطلع تحكي لعمتها كل اللي حصل معاه.
وعمتها كمان بتحكي لها عن تيان وعن اللي حصل بينهم، وبيعرف ان هما الاتنين ما ناموش في البيت امبارح. وفي نفس الوقت بيكون كو وتيان بيتكلموا سوا، وكو بيقول له علمني ازاي انزل لسنكوا شويه، وبيكون بيعمل كده عشان عاوز يعرف يتعامل مع هاو ويخليها تحب. وتاني يوم بتروح هاو الشركه وبتكون جايبه معاها عصير لكو عشان يهدي اعصابه لانه مضغوط شويه، وبتديهوله وهو بيكون مبسوط جدا انها بتهتم بيه. وبتروح عشان تتصور عشان الشركه، وبيخرج كو وبيسال عنها الموظفين وبيعرف انها بره، والموظفين بيكلموها انها ترجع عشان النهارده عيد ميلاد كو وانهم هيحتفلوا بيه. فبتروح تشتري له هديه وبتعينها في مكتبه. ولما بيروحوا الحفله بيشربوا سوا وبيلعبوا لعبه الافلام. وتيان ده ما بيكونش سهل ابدا، وبيختار افلام رومانسيه عشان كو وهيري يمثلوا قدامهم. وبيجي فيلم اسمه قبلة واحدة، ولسه كو هيبوسها علشان يمثلوا يعني بيبوظها واحد من الموظفين وبيقول الاسم. فبتتضايق هاو جدا انه ملحقش يبوسها، يا بنتي تعالي. ولما بيخلصوا الحفله بيطلب تيان من هاو انها توصل كو البيت لانه سكران ومش حاسس باي حاجه. واول ما بتوصله بتسيبه على الباب وتمشي، فبيمسكها جامد وبيقول لها افتحي الباب، وبيحفظها الرقم السري علشان هي بتنساه. وبيكون مقرب منها جدا، واول ما بيدخلوا بيفك شعرها وبيعمله لها كده وبيقول لها كده احلى كتير. وبيكون عاوز يتصور معاها صوره وهي بشعرها كده، فبتاخد منه الموبايل وبتقع عليه غصب عنها طبعا، وبيفضل يبص في عينيها وبيقول لها بتحبيني؟ فبتقول له من اول مره شفتك فيها وكل يوم بحبك اكتر من اللي قبله. وبتساله وبتقول له وانت بتحبني؟ فبتلاقيه نام وبتفضل تضحك وبتقول له نمت من غير ما تقولي؟ لو ما ردتش عليا انا هعتبر كده انك بتحبني. ففعلا ما بيردش عليها لانه بيكون نام، بس هي بتعتمد ان هو بيحبها خلاص. ايوه احنا كده بمزاجنا. وتاني يوم الصبح بتاخد الهديه اللي جابتها له وبتروح على الشركه وبتعينها في مكتبه، وبتبص وبتلاقي ورقه على الارض، ودي ورقه فيها كو بيقيم قد ايه هو مناسب ليها، وبيكون مديها رقم قليل جدا. فبتتضايق جدا وبيروح تيان البيت لكو وبيقول له امال هاو فين؟ وكو بيكون صاحي مصدع جدا من كتر الشرب وبيقول له ايه اللي هيجيبها هنا يعني؟ فتيان بيقول له ان هي اللي وصلته امبارح وان هو كان سكران خالص. فبيفتكر لما قال لها بتحبيني، وما بيفتكرش الرد اللي هي قالته لانه كان يا عيني نام. ولما كو بيروح الشغل هاو بتحاول انها تتجنبه، وكمان بتفتكر ان هو ما احتفظش بالعصير اللي كانت مديهوله عشان يقلل الضغط لانها لقيته مع تي في الشركه. بس لما بتروح المكتب لكو بتلاقي معاه علبه العصير دي، فبتتبسط جدا وبيقول لها كو انهم عندهم درس اضافي النهارده بعد الشغل. فبتقول له لو بضيع لك وقتك مش مهم. فبيقول لها لا عشان انا وعدتك. فبتتضايق جدا ان هو عشان وعدها بس، لكن هو مش حابب ان هو يبقى معاها. وبيجي صاحبها المقرب يون وبيلاقيهم مع بعض في الشركه، فبيتضايق جدا كو وبيكون عاوز يضربها من كتر الغيره لانه بيشوفهم عمالين يهزروا سوا. وبعد ما بيمشي يون بتروح لكو عشان تاخد درسها وبيقول لها انا شربت كتير قوي. فبتقول له وانا بس وصلتك لحد البيت ومشيت على طول. وبتتحرك تقول له اللي حصل لانه بيكون مبين لها انه مش فاكر. وبيقول لها انا بكره عندي اجازه من الشغل وهروح معاكي الجامعه زي ما وعدتك. وتاني يوم بيروح معاها الجامعه وكل البنات بيقولوا ايه المز ده ومين الشاب الوسيم ده. وهم ماشيين بتشوفهم دكتور الرياضيات وبتفضل تقول لها انت لازم تنجحي، ازاي جايبه الدرجه الوحشه دي؟ انت لو ما عدتيش منها في الامتحان الجاي هتنفصلي. فبياخدها كو على جنب وبيسالها هي مستواها وحش قوي كده؟ فبتقول له دي مش حاطه الدراسه في دماغها ولا حطاها في اولوياتها خالص. فبيقول لها طب ليه؟ فبتقول له يمكن تكون بتحب. فبيتبسط شويه انها بتحب لكن ما بيلحقش يا عيني. وبتصدمه وبتقول له ما هي معاها زميلها يوان اللي معاها في الجامعه ده، هم على طول مع بعض، اكيد بتحبه وبيضيع وقتها ومش بيذاكروا خالص. فبيتضايق جدا وبياخد هاو وبيروحوا على المدرج وبيقول لها دكتورتك بتقول انك بتحبي علشان كده عقلك مش في راسك ومش بتذاكري. فبتقول له انا بشتغل وما عنديش وقت للحب. فبيقول لها ماشي وبيفضل يشرح لها وبيديها امتحان عشان تحله وبتحله صح وبتفضل تتنطط من الفرحه واخيرا وبتكون مبسوطه جدا وبتقول له كده انا هعرف اعدي امتحاني النهائي وبتشكره. وبتيجي صاحبتها سو اللي بتكون سوحتها وقالت لها الرجاله بتحب ان الستات تبان ضعيفه قدامهم وبتقول لها ده كو. فبتقول لها فبتحاول البنت انها تخطفه منها اعوذ بالله. لكن كو لما بيشوف يون بيتضايق وبيمشي عشان هي تكمل محاضراتها وهو بيروح على شغله، بس بيكون متضايق جدا لانه بيلاقي هاو عماله تهزر مع يون وهو بيركب عربيته. بتيجي سو بتحاول انها تخطفه وبتقول له وصلني في طريقك
لكن هو بيسيبها ويمشي وبيتصل بتيان يجيله وبيروحوا يلعبوا سلة لأنه بيكون متضايق جدا وغيران على هاو ومتضايق كمان عشان مش عارفين يعدلوا على الريبورت. فبيهديه تيان وبيقول له فكر من 10 سنين لما عملناه وقدرنا ان احنا ننجح، خلاص يبقى هنعرف نعمله ما تقلقش. وبيبعت تيان فيديو لهاري وبيرخم عليها فيه وبيقول لها فيه تقبلي تكوني حبيبتي. وبيقول لكو البنات بتتبسط جدا بالحاجات دي، اتعلم يا ابني هتضيع البنت من ايدك. وتاني يوم بيكون في اجتماع ومدير هاري وتيان وموظفين، فبتعرض هاري الشغل وبيشتغل الفيديو اللي تيان بعته بالغلط وبيعتذر المدير من تيان وبيقول له ولا يهمك وهو اصلا اللي بعت الفيديو ده. وبيتكلم المدير في جنب مع هاري وبيقول لها ما ينفعش كده ولازم تركزي انت بتعملي ايه. فلما بيمشي المدير بتروح لتيان وبتتعصب عليه فبيقول لها هنرتبط برضه. طب والله عسل وفي عالم موازي خالص. وبتفضل تزعله وتقول له ما ينفعش انا مش عاوزه ارتبط وانا اكبر منك ب3 سنين افهم بقى، وبعدين الارتباط مش في دماغي اصلا. فبيقول لها انا ما يفرقش معايا موضوع السن ده خالص وانا بحب وهفضل احاول لحد ما تحبيني. فبتقول له يا ابني انت عندك خال اهبل بتحبني ازاي؟ هو انت تعرفني اصلا؟ تعرف انا بحب ايه او حتى بكره ايه؟ فبيقول لها تعالي عرفيني، انا كل اللي اعرفه انك طيبه جدا وما بتعرفيش تتصنعي. فبتسيبه وتمشي. فبيقول لها برضه هخليكي تحبيني، استنى يا ابني كلنا هنحبك مش هي لوحدها. وبيروح تيان وبيرشي موظف مع هاري باكل الجمبري عشان يعرف منه معلومات عنها. جمبري وانا هقول. فبيعرفوا انها دخلت في علاقات قبل كده كتير جدا، فبيفهم انها خايفه انها تدخل معاه في علاقه لان علاقتها ما بتكملش، وبيقرر ان هو هيعوضها وهيخليها تحب. مش بقولك الكل هيحبك مش هي لوحدها. وبيتصل ووان بهاو وبيقول لها عشان هي خسرت مسابقه الغنى لازم تستحمل العقاب، وبيكون عقابها انها تاكل خردل بس بشرط انها تكون فاتحه الكاميرا وبيكون طعمه مش حلو ابدا، وبعد ما تاكله تغني. وهاري بتقول لها خلاص نغيره بواحد تاني طعمه حلو ومحدش هياخد باله، بس هي ما بترضاش وبتاكله وبعدها بتغني. وجمهورها بيلاقي ان صوتها حلو جدا وبتقول لهم ان هي ما رضيتش تغير الخردل وكلته علشانهم وعلشان هي وعدتهم انها تنفذ العقاب لانها بتحبهم جدا. وبعدها بشويه يوان بيكلمها وبيقول لها ان عدد المتابعين عندها زاد جدا، فبتكون مبسوطه جدا لانها عماله تتشهر اكتر واكتر، وبسبب شهرتها دي بيجي لها عروض للشغل كتيره جدا وبتتضغط في الشغل من كتره. وبتقرر انها تسيب الشغل مع كو علشان تعرف تركز في الغنى اللي بتحبه وفي دراستها كمان. وتاني يوم بتعرف انها نجحت في امتحان النهائي للرياضيات وبتكون مبسوطه قوي وبتكون بسرعه عاوزه تقول، لكن بتفتكر الورقه اللي شافتها في مكتبه وانه مديها رقم قليل قوي وانها مش مناسبه له ابدا ولا هي في نفس مستواه او في ذكائه او في وسامته، فعشان كده ما بترضاش تقول له انها نجحت. وتاني يوم بتروح شغلها عادي خالص وكو بيكون جايب لها ألبوم هديه، بس هي بتفكر انه جالها من المعجبين لانها مشهوره، وطبعا ما بتشكرش كو عليه وهو بيتخيل انها هتيجي وتشكره وتكون مبسوطه منه. ولما بيسأل عليها بيعرف انها خرجت عشان تصور، فبيستناها لحد ما ترجع وبيجيله اتصال انها في القسم وبيروح لها جري وبيعرف انها في القسم عشان حد حاول ياخد منها الكاميرا بس هي دفعت عنها وما رضيتش تديها له ابدا، فخبطها واغمى عليها. فبيتضايق كو جدا وبياخدها ويمشي. وهما راكبين العربيه بيزعلها وبيقول لها تتحرق الكاميرا كنت سيبيها، المهم بقى يلا نروح المستشفى. فبتقول له انا كويسه ومفيش حاجه. فهو بيعترف لها وهو سايق انه بيهتم بيها وانه بيحبها جدا وهو كمان اللي جاب لها الالبوم. وبيبص لها وبيلاقيها نايمه وما سمعتش اي حاجه، يا دي النيله. المهم انهم بيوصلوا الشركه وهو بيشوفوا الصور اللي هي صورتها وبتقول ان الصوره دي كانت بتعبر عن الحب رغم ان اللي متصورين مش مبينين ده في الصوره. فبيقول لها يعني ايه؟ فبتقول له في ناس بتحبنا بس بتبقى ما بتعرفش تعبر عن ده واحنا بنحس اننا مش بنحبهم بس احنا ما بنقدرش نخسرهم. فبيفتكر باباه وان هو كان صعب جدا معاه وانه ما كانش بيحبه، بس لما مات اتضايق جدا عشانه وزعل جدا واثر فيه موت اهله. وبعدين بتقول له انها عاوزه تقول له على حاجه وبيقول لها انا كمان عاوزه اقول لك على حاجه بس قولي الاول يلا عاوزه ايه. وبيكون هو عاوز يقول لها انه بيحبها بس هي بتقول له انها هتسيب الشركه لان فتره تدريبها خلصت خلاص. فبيقول لها هعينك موظفه بس بلاش تمشي. فبتقول له معلش انا لازم امشي لان اهلي عاوزين اركز في دراستي شويه وشكرا على كل حاجه عملتها معايا. فبيتضايق جدا وبيحاول ان هو يقنعها انها ما تمشيش بكل الطرق بس ما بيعرفش. وبيجي له اتصال وبيقول لها هرد عليه وارجع لي، وهي بتلم حاجتها وبتمشي من غير ما يحس وبتروح على شغلها بالليل وبتغني اغنيه حزينه عن الفراق. لا يا شيخ ما انت اللي عاوزه كده. وهي بتغني بتفتكر كل اللحظات اللي كانت بينهم وبتحس ان هو وحشها جدا. ولما بتخلص وهي خارجه من الشغل بتشوفه قدام الشركه فبتحاول ترخم عليه لكن هو ما بيردش عليها.
فبتبعت له وهم واقفين رساله انه يبقى يبعت لها ورقه التدريب علشان تعرف تتخرج، وبتشوف رياكشن وشه وهو متضايق جدا بعد ما شاف الرساله، وبيقول لها لا، وبترخم عليه وبتقول له انت زعلان عشان هاو سابت الشغل؟ فبيقول لها انت عارفاها منين؟ فبتقول له كنا بنتقابل في الشركه وقالت لي انها هتمشي. كويس قوي بقى انها مشي، دي كانت رخمه. فبيقول لها ما تقوليش عليها كده، وبيسيبها ويمشي. ولما بيروح بيفضل يفتكر كلامها وقد ايه هي كانت مهتمه بيه وان هو بيحبها، وبيتضايق منها جدا علشان سابته بالسهوله دي. وبيدخل تيان وبيحاول يهزر معاه وبيقول له ان هاو سابت الشغل وهو عاوز يقعد لوحده. وبعد شويه بيخرج لتيان وبيتكلموا في الشغل، وتيان بيتكلم عن هاو، فبيقول له ما تجيبش سيرتها قدامي تاني، وقفل الموضوع ده خالص. وتاني يوم بيروح تيان لبيت هاري على اساس ان هو واحد من المعجبين بيها، لكن بنعرف انها بتعلم الناس ازاي يعملوا اكل، فهو بيتلكك عشان يشوفها. وبتروح هاو وبتقابل المعجب عشان هاري تعمل عرض معاه، فبتلاقيه تيان وبيعرف ان هاري تبقى عمتها، فبيقول لها حظي حلو علشان اشوفك تاني، وبيكون مبسوط جدا. وبيروح تيان مع هاري البيت، وبتتفاجئ هاري بيه، بس بتضطر انها تعمل معاه العرض علشان وعدت المشاهدين انها تطلع معجب معاه. وبتدوقوا الطبخ وبيكون حلو جدا، بس من غير ما حد يحس بتحط عليه شطه لتيان، وبياكل وبيكون على قلبه زي العسل، الحب بقى. وبعدها بيروح الشركه لكو، وبيقول ان هو شاف هاو واتكلم معاها وعرف انها سابت الشركه علشان كو ما بيحبهاش اصلا. ولما بيسمع كده بيقوم جري، وتيان بيضحك جامد جدا وبيقول له مش كنت بتقولي ما جيبش سيرتها تاني؟ ايه اللي حصل بقى؟ لا، ما تيان ده برضه مش سهل. وكو بيقول له طب احكي لي شفتها فين وايه اللي حصل؟ انجز بقى يا عم، يا سيدي اديله فرصه ينطق. فبيقول له تيان ان هاري حبيبته طلعت عمتها، وانت يا كو هتخسر البنت دي لانها بتحبك. فبيقول له بتحبني؟ بتحبني فين بقى؟ انا اهتميت بيها وبينت لها ده، لكن هي عملت ايه؟ سابتني ومشيت. فبيقول له تيان مش كفايه، هي كمان اهتمت بيك وبينت لك انها بتحبك، بس انت المفروض كنت تمسك فيها اكتر من كده وتقول لها انك بتحبها. وبيسيبه تيان ويمشي. وبعدها بيلاقي الهديه اللي كانت جايبها له في المكتب، وبيفتكر اهتمامها بيه، فبيفكر في كلام تيان وبيروح لها الجامعه عشان يشوفها، وبيلاقيها مع يون، ويون بيكون ماسكها في ايده وبيمثل انها حبيبته تاني عشان خاطر البنت الرخمه اللي عاوزه ترتبط بيون. وهو اول ما بيشوف ده بيقول لها انا كنت جاي عشان اديكي الورقه اللي بتثبت انك اتدربتي عندي. وبتيجي السور الرخمه دي وبتكون عاوزه تلفت انتباهه وتخليه يعجب بيها، وبتقول له اشتغل انا عندك. فبيسيبهم كلهم وبيمشي وهو متضايق وما بيديهاش الورقه، وهو الغبيه ما بتحاولش انها توقفه، وبتقول سول يوان انا عارفه انك بتحب هاو، اياك بقى توقع بينها وبين كو علشان انا كمان بحب كو. فبيسيبها ويمشي هو كمان. تستاهلي بقى يا هاو. اما تيان فبيروح الشركه لهاري وبيعرف انها ما كلتش حاجه من الموظفين ومتضايقه ومتوتره جدا بسبب الشغل، وبياخدها من ايديها وبيروح بيها على متحف الاسماك، وهي بتفضل تزعله وبتقول له انت عديم المسؤوليه، هو ده وقته؟ انت ليه جايبني هنا؟ وبتزعله جامد. فبيقول لها يلا نمشي. فبتقول له انت جايبني هنا عشان تقولي يلا نمشي؟ وبيقول لها لا، عشان تزعقي براحتك وتخرجي كل اللي جواكي. يا ابني ده انت زي العسل، ازاي هي ما حبتكش؟ ده كل اللي شافوا المسلسل حبوك. فبتقول له شكرا انك جبتني المكان الهادي ده، اخيرا نطقت يا شيخه. فبيمسك ايديها وهي بتحس انها مبسوطه ومطمنه جدا، وبتفضل ماسكه ايده جامد. وبعدين بيسيبها ويروح الشركه. وفي الشركه بيكونوا الموظفين خايفين لان ميعاد تصنيع الريبورت الجديد قرب خالص، بس تيان بيطمنهم وبيقول لهم يا جماعه ثقوا في كو، هو قدها ما تقلقوش خالص. وكو بيكون متضايق جدا من هاو وبيفتكر كل اللي كان بينهم وكل شويه بيتخيلها قدامه. وبيجي ميعاد تسليم الريبورت وبيكون الموظفين قلقانين جدا، بس بنلاقي ان كو عمل الريبورت الجديد وان الشركه مش هتقع، فبيتبسطوا جدا وبيبيعوا بمبلغ كويس جدا، وبيكونوا كلهم مبسوطين وبيحتفلوا انهم بقوا اغنياء قوي، وبيفضلوا يحضنوا كو جدا وبيقولوا له انت ما فيش زيك اتنين، وبيحضنوا تيان. وبيبعت تيان لهاو وبيقول لها كو عرف يعمل الريبورت اللي كان مطلوب منه، فبتتبسط جدا وبتكون فرحانه له. وبتقرر كاو انها تبقى مغنيه ناجحه زي ما كو ناجح، وبتشتغل على نفسها وبتعمل رياضه. اما تيان فبيروح لهاري وبيقول لها وصليني البيت بعربيتك عشان يفضل معاها. وبيطلع لهم حبيبها الندل الرخم ده تاني وبيقول لها لحقتي تعرفيه؟ لا بقى، ده انت كنت عارفاه وانت معايا، وبتقولي عليا انا اللي خاين؟ ده انت اللي خاينه. فبيضربوا تيان عشان ضايقها وبينضرب برضه، وبتاخده معاها البيت وبتحط له كريمات وبتحاول انها تخفف عنه. فبيقول لها طب احضنيني وانا ابقى كويس، انت بتتلكك يا ابني. فبتبعد عنه وبتقول له بلاش نبقى سوا احسن، انا ما حدش بيقدر يكمل معايا 100 يوم، سيبني انا مش عاوزه اتعلق بحد. فبيقول لها انا عمري ما هسيبك ابدا، انا ما صدقت لقيتك. وبيتمسك بيها لكن هي ما بترضاش وبتقول له انا اسفه. فبيقول لها ما تتاسفيش، انا مش جبرك. وبيمشي وبتنادي عليه وبتقول له هتفضل معايا اكتر من 100 يوم. فبيقول لها العمر كله وبيحضنها. وبتيجي هاو وبيبعدوا شويه، فبتقول له عامل ايه يا تيان؟ فبيقول لها اسمها حبيبه عمتي على فكره يعني. فبتفرح جدا هاو وبتكون هاري مبسوطه جدا وبيسيبهم ويمشي. وكالعاده بيروح تيان جري لكو وبيقوله على كل اللي حصل معاه، وانه خلاص ارتبط بعمه هاو وان المفروض يعترف لها بحب ويحاول عشانها. فبيوافق بس بيقول له ازاي ده؟ فقال له احنا كده كده رايحين رحله عشان نحتفل بنجاحنا، فهنقول لهاو تيجي معانا. فبيقول له اكيد مش هتوافق. فبيقول له سيبي الموضوع ده بقى عليا انا. وبيكلم تيان هاو وبيقول لها تطلع
معاهم الرحله عشان تاخد ورقه التدريب، وكمان كده كده هيري رايحه معاهم فبتتبسط وبتوافق. وطبعا سو الرخمه بتعرف فبسرعه بتقول لي يوان على اللي سمعته، وبيتجمعوا تاني يوم الصبح عشان يركبوا الباص. فبيتفاجئ كو بان هاو جايه مع يوان صاحبها، فبيحاول ان هو يستحمله بالعافيه وهو اصلا بيكون سمج، وكل شويه يقول لكاو يا عمي لانه اكبر منه ب10 سنين يا رخم. ويون بيفضل يهزر مع هاو وبيكونوا راكبين جنب بعض في الباص، وكو طبعا عينه بتفضل تطلع شرار وبيكون عاوز يقتل تيان ده، وبيقوموا بيضربوا على قفاه عشان يصحي يون لانه بينام قريب من كتف هاو، وبيقول له انا عاوز اقعد جنب الشباك قوم. وبيضحكوا الموظفين وبياخدوا بالهم ان كو غيران على هاو، فبتقوم هاو وبتقعدوا مكانها وبيتبسط انه فصلهم عن بعض. وبالليل بيتجمعوا كلهم وبتغني هاو ويوان، وبيكون كو مش طايق نفسه ولا عارف ايه الاغنيه دي اصلا، فبيسال بتاعت مين، فبيرد يون وبيقول له انه مش هيعرفها لانها